السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب واهلا بيكم في فيديو جديد. معانا دكتور محمود حجاج، وباذن الله هنتكلم معاكم خلال فيديوهين عن شوية حاجات مهمة، وهنتكلم معاك ازاي تلم الفيزياء خلال الفترة اللي جاية ديت، وباذن الله كمان الحاجات المهمة اللي تركزوا عليها في الفيديو او تركزوا عليها ان شاء الله في الفيزياء. ودكتور محمود عامل لكم مفاجأة ان شاء الله، الا وهي مراجعة الفيزياء. فهنبدأ الاول نتكلم معاكم يا دكتور عن صعوبة امتحان الكيمياء اللي جالهم. طبعا انا بشكرك يا دكتور احمد على الظهور في القناه عند حضرتك، وطبعا قناتك معروفه وحاجه جميله جدا بصراحه. انا يعني متعود ان انا اتابعها باستمرار، لان المحتوى اللي انت بتقدمه دايما هادف، وانا سعيد جدا بانك دايما بتحاول تراعي نفسيه الطلاب، مش بس معاهم في الاحياء او في البيولوجي، لكن دايما معاهم حتى في الامتحانات التانية من الناحيه الوجدانيه، ودي حاجه هايله. فانا بشكرك جدا جدا جدا. طبعا الاول يا اولاد عايز اقول لكم مفيش علاقه خالص ما بين امتحان الكيمياء والفيزياء. يعني اوعى تعتقد الامتحان اللي جاي فيزياء هيبقى سهل عشان الكيمياء صعبه، ولا هيبقى صعب عشان الكيمياء مفيش علاقه نهائيا. الامتحانات دي حاجات محطوطه من بدري وليها معايير ومواصفات معينه. واللي انا عايز اقوله ما زلت بقوله لكم ان الكيمياء الصعوبه اللي فيها دي حاله فرديه، يعني مش هي السياسة ولا هي التوجه على الإطلاق. التوجه إن في حاجة اسمها معايير للمنهج، في حاجة اسمها مواصفات للمنهج بيتم في ضوءها إن شاء الله وضع الامتحانات. وده معناه أولا إن أنا عايز أكد جدا يا دكتور أحمد، الناس ما تخافش وما تحاولش تربط أزمة الكيمياء باللي جاي في الفيزياء. الحاجة التانية عايزهم ينسوا بقى فكرة خلاص أنت داخل الامتحانات ولا مش داخل الامتحانات. ما تخليش بقى بعد إذنك تفكيرك في امبارح يضيع عليك بكره. ما تخليش انك انت لسه درجات وفي مواد تانية المفروض تركز عليها بالظبط كده. وفي حاجه الفيزياء 60 درجة بالظبط والجيولوجيا 60 درجة تمام، وكمان الانجليش برضو معاك 50 درجة والاحياء لسه 60 درجة، فمعاه اكتر من 220 درجة تقريبا لحد دلوقتي. ولحد النهارده كنت لسه بقول لزمايلهم انت يمكن الكيمياء تكون اتضايقت فيها غصب عنك مش بإرادتك. بالظبط، بلاش تضيع اللي جاي بإرادتك على الكل. بالظبط على الكل. وطالما انا ما زلت بقول طالما ان التجربه الصعبه على الكل، يبقى انت في نقطه محايده، يبقى انت لا انت وحش ولا انت كويس، انت في نقطه محايده تماما. عايز اقول لو الدرجه من 60 واعلى طالب جاب 50، يبقى كأن الفول مارك عندنا من 50. بالظبط. ما تقلقش من دي خالص. وطالما الشكوى جماعيه فانت مش مقصر. ما تحاولش تشير لنفسك باصابع الاتهام باستمرار، عشان ده هيأثر على اللي جاي. فهي بالظبط الكيمياء كانت صفحة والصفحة دي خلاص اتقفلت. بالظبط ما كده. تبقاش هي الصفحة موجودة انا بمتحن فيزياء بفكر في الكيمياء، لا بمتحن خلصت الفيزياء وبمتحن انجليش بفكر في الكيمياء. هي صفحة خلاص واتقفلت، علشان حضرتك بعد كده انت في سباق تقدر تمشي وتجاري السباق اللي انت موجود فيه دلوقتي. بالظبط كده. الحاجة التانية يا اولاد الفيزياء في حاجات لابد ان احنا ناخد بالنا منها جدا ونركز عليها جدا، اللي هي تعتبر ما ينفعش امتحان فيزياء من غيرها. بالظبط. يعني ما ينفعش امتحان فيزياء من غير سؤال كيرشوف. يبقى لازم جدا جدا اركز في سؤال كيرشوف. بس انا لما بقول لك ركز بقول لك حاول تركز على مهارة مهمة. ايه هي؟ ازاي يكون عندك القدرة على انك تطلع الحل باسرع ما يكون. لازم تدرب نفسك على المهارة دي. كمان حاجة مهمة جدا وانت بتذاكر الفيزياء الفترة ديت، انا بقول للطالب حاول قدر الامكان انك انت ما تختبرش نفسك. انت الفترة اللي جاية بتجمع معلومات، لكن خليك ذكي. ممكن يتوازن في نقطة ان هو يقرأ السؤال يدي نفسه مهلة 5 ثواني، يسأل نفسه طب ايه القانون، طب انا هحل ازاي، هعمل ايه، وبسرعة ينقل النقلة ديت يشوف الإجابة ويقيم هل هو فكر صح ولا فكر غلط، ويفضل مستمر مستمر مستمر، ويبعد تماما عن فكرة اختبار الذات. ويبدا يجرب بايده طبعا طول ما هو بيحل، يبدا يحل يكتب القانون باستمرار بالزبط. وما يسندش ظهره على ورقة المفاهيم. اوعى. الوقت اصلا يعني في الكيمياء يا دكتور، في الكيمياء طلبه كتير كانت طالعه بتشتكي ان الوقت اصلا ضيق على الامتحان. بالظبط كده. فانت معلش لو الوقت ضيق اصلا على الامتحان وانت معاك 3 ساعات على حوالي 56 نقطه، انت هتبدا تجيب كل نقطه من ورقه المفاهيم ازاي؟ بالاضافه اصلا في الفيزياء يعني مش بيجيب لك اصلا اللي هو القانون ده، بيبقى فيه قوانين كذا قانون للحاجه برضه. بالظبط كده. فخلي بالك دي في ركائز بقى في المنهج. يعني ما ينفعش مساله مثلا من غير قراءات اجهزه الاميتر والفولتميتر.
زاد قل نقص ايه اللي هيحصل له. ما ينفعش امتحان فيزياء من غير الكلام. ما ينفعش امتحان فيزياء من غير ما يحط حاجه عن الجزء بتاع المقاومه النوعيه والتوصيليه الكهربيه. لابد يجي فيه سؤال في صوره نظريه، في صوره مقاليه، في صوره اختر. ما تقعدش تفكر قوي المقال يعني ايه. لو عايز تعرف كلمه مقال يعني ايه ببساطه شديده جدا، خبي الاختيارات. هقول لك اوجد او احسب، هو ده السؤال المقالي. مش عايزك تبني امال وتفضل انت تعبان او شاغل نفسك جدا بشكل المقالي ايه، ويرعبك ويفضل خايف منه وعامل له 100,000 حساب. بالعكس السؤال المقالي بيبقى سؤال اسهل ودرجته مضمونه عن السؤال النظري، ده حقيقي عن فعلا. السؤال اللي هو الاختياري. لان هو الهدف من المقالي ايه؟ انك انت بدل ما تفكر غلط تفكر صح وبعدين تختار غلط وتضيع الدرجه، لا ده انت كل خطوه بتكتبها بتاخد. لذلك انصحك اوعى 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 تسيب السؤال المقالي فاضي. السؤال المقالي محطوط مخصوص عشان يبقى في صفك، هتلم منه درجات، لان كل شيء هتكتبه هتاخد عليه درجه، هتاخد نص درجه، هتاخد درجه ونص، ان شاء الله تاخد الدرجه كلها. لكن غير السؤال الاختياري اللي هو يا صح يا غلط. انا كان في طلبه اصحابي يعني لما كنا في ثانويه عامه كانوا في الفيزياء عاملين المساله الناتج بتاعها غلط، وكانوا كاتبين القوانين والكلام ده كله، كان ناقص مثلا نص درجه في الامتحان اصلا، يعني كان واخد درجات على الخطوات بتاعته. تمام. هكمل بقى كلام سؤالك يا دكتور احمد بالنسبه للطالب يجمع الماده ازاي، يعمل ايه في الفيزياء اللي احنا هنقولها له. زي ما قلنا في ركائز، يعني لو مشيت على الفصل الثاني ما ينفعش سؤال في الفيزياء او امتحان فيزياء من غير السلك المستقيم او الملف الدائري والملف اللولبي، ده اساسي. ما ينفعش البتاعتين جنب بعض، السلكين طبعا في اتجاه واحد وضد بعض والكلام ده. ما ينفعش سؤال في امتحان فيزياء من غير ما يكون في سؤال على القوه وعزم الازدواج، اساسيات. لازم سؤال على الاوميتر او اجهزه القياس، اميتر فولتميتر، برضه لا نقاش في هذا الكلام. نركز بقى على نوعيات مهمة جدا، العلاقات البيانية. ما فيش امتحان فيزياء يخلو مع الأقل من 4 أو 5 علاقات بيانية. عشان كده احنا لما عملنا مراجعة في المفاجأة اللي حضرتك مجهزها برضه إن شاء الله، عملنا حاجة اسمها مسح أفقي للمنهج. يعني جميع العلاقات البيانية اللي في المنهج شرح وحل وتطبيق، جميع الأجهزة العلمية على مستوى المنهج شرح وحل وتطبيق، جميع قراءات الأجهزة شرح وحل وتطبيق، وغير مخططات الفيزياء في الكهربية والحديثة برضو بالتفصيل إن شاء الله. طبعا ان شاء الله يا جماعه دكتور محمود منزل لكم المنهج كامل باذن الله على اليوتيوب خلال فيديوهين، فيديو للحديثه وفيديو للكهربائيه. تمام كده. بالاضافه للفيديوهات اللي هو بيقول عليها اللي هي الفيديوهات بتاعه المخططات والفيديوهات بتاعه اللي هي العلاقات البيانيه، موجوده ان شاء الله هتلاقوها معانا على منصه القمه. وباذن الله باذن الله الحاجات دي يجي منها حاجات ان شاء الله كتير في الامتحان، وان شاء الله كل الفيديوهات ديت باذن الله هتفيدكم زي ما فادت الدفعات اللي قبلكم برضه. عايز أأكد إن إحنا بنديكم احنا التوقعات مش هو همنا، لأن كلمة توقعات في الامتحانات وفي النظام الحديث كلمة ليست في مكانها. لكن إزاي أنا أقدر من غير ما أخليك تتوقع أخليك أنت ملم بكل شيء؟ لأن أنا لما أمسك جميع أساسيات العلاقات البيانية بجميع أشكالها وأنواعها، يبقى أنا قدرت أوصل معاك إنك تحل أي سؤال علاقة بيانية. اللي هو اللي هي احنا عملنا حاجه اسمها الفكره في كلمه. عملنا حاجه اسمها يعني في فيديو عباره عن 103 كلمه، فكره في كلمه. وده ببساطه كان معناه انك انت ازاي لما تقرا كلمه اوميتر لازم تستحضر ايه، لما تلاقي في السؤال كلمه حساسيه الجلفانوميتر يستحضر ايه، لما يلاقي مثلا كلمه. بإذن الله تعالى احنا حاولنا نترجم له منهج الفيزياء بحيث كلمات او رسومات معينة اول ما يشوفها لابد ان يستحضر 1 2 3. لا ده احنا بص هنبصمج لهم الفيزياء خلاص ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله، يعني ساعه لما تتفرج على الفيديوهات ديت باذن الله هتلاقي ان دماغك اتسيستمت واتنظمت باذن الله كويس جدا يعني ان شاء الله. في حاجه مهمه جدا 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 انا عايز اقولها يا جماعه. شكل السؤال في الامتحان بيختلف، فانت لازم الفكره ثابته، تشوف القصه بالظبط، الفكره ثابته، ما تحفظش اسئله. يا فرحتي فرجتك على 80 ساعه وبعدين بالظبط. يعني مش بكثره عدد الساعات يا جماعه في المراجعه، الفكره كلها يعني انت مثلا تجيب اكبر عدد من الافكار في اقل عدد من الساعات، يعني بالظبط زي ما بيقول لك ايه، اكبر عدد من الكلمات في اقل عدد من الجمل. بالظبط كده، اللي هي بنقول مفاتيح الافكار. اللي عاوز يفيدك بجد اللي بيديك
الفكره مش بيديك السؤال بحل، اللي بيديك الفكره اللي تفتح بيها تحل اي سؤال في الدنيا. عشان كده عملنا لكم الجزء بتاع لان الفكره كده كده في كلمة. النظام الجديد بالنسبه لهم اصلا الاسئله بتتغير من امتحان للتاني، مفيش اسئله بتيجي زي بعضها خالص. فكره ثابته. بالظبط، الفكره ثابته. يعني سؤال الكمبيوتر مش هيتغير طبعا بالظبط بس الفكره هيغير لك ارقام، هيغير لك من زاويه قياس، بالظبط حاجه بسيطه. بالظبط. بس اللي فاهم اللي عارف اللي هو المفتاح الاساسي بتاعها اكيد هيحل اي سؤال من الحاجات دي. ده اكيد ده لازم كده. عشان كده حتى ما عملنا لهم مخططات القوانين، احنا ما حطيناش قوانين الكتاب ده، احنا حطينا افكار التي يدور حولها القانون بكل اشكالها. عشان كده يعني تقولوا لهم ان هم مش هيتحط عليهم زي ما اتحط علينا في كده. بص يا جماعه، مستر نبيل تعالى، مستر تعالى تعالى يا ريس تعالى. هو بيطمنكم باذن الله وبيقول لكم ان شاء الله امتحان الفيزياء حاجه، المستشارين ما يعرفوش بعض، ده الفيزياء حاجه والكيمياء حاجه تانية خالص باذن الله. بيقول لك ما تفسدوا الكيمياء تصلحوا الفيزياء والاحياء باذن الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. خلاص بقى انتوا خدتوا السبق. فان شاء الله الامتحان ان شاء الله هيجي كويس، ونكمل برضو ايه النقاط المهمه اللي الدكتور محمود كان بيقول لنا عليها. طبعا مش هنسى اوصيك بقى على الحث والسؤال بتاع المصباح اللي بيزيد ويقل لما بيتحرك ساق، ده من الحاجات المهمه. ملفين جنب بعض وفي حث متبادل بينهم، واثر ده على تغير المصباح او الاضاءه. ازاي تعرف ان في قوه دفع مستحثه عكسيه؟ لو انت عملت اي مصطلح فيه زياده لازم تعرف عندك كم مصطلح فيه زياده. طب ايه الشائع؟ ان انا قفلت دايره، ان انا قربت ملف، صح كده؟ ان انا زودت تيار. هو في غير كده ولا مفيش؟ لازم تبقى فاهم ان انا احط ساق حديد مطاوع، ان انا استبدل بطاريه ببطاريه اكبر. اي مصطلح في الفيزياء يديك ايحاء بكلمه زياده الفيض او المجال لازم تعرف تولد قوه دفع مستحثه عكسيه. عارفين ايه المشكله يا اولاد؟ انك ممكن تحفظ الثلاث كلمات اللي في الكتاب بس، مع ان مسيستم دماغك ان هو ممكن يجيب لك كذا وكذا ان في مصطلحات بديله. انا عايز الطالب يبقى عنده بدائل في التفكير كتيره جدا توسع مداركه، عشان ممكن الطالب يحافظ كلمه غلق المفتاح وتقريب الملف وزياده التيار. اجي انا اجيب له مثلا استبدال البطاريه ببطاريه اخرى ذات قوه دفع اكبر، يقول يعني ايه؟ لا، ما هي ان انا هزود القيمه بتاعه التيار فيبقى في عندي قوه دفع مستحثه عكسيه. دي مهمه. ما فيش امتحان من غير مساله دينامو ومساله محول. دول اساسيات في منهجك، اساسيات. ومش لازم مساله دينامو صريحه، سؤال على الدينامو قد يكون بسيط قد يكون مساله، لكن جزء الدينامو جزء اصيل واساسي في الامتحان. فيها بالفصول الثانيه برضو كذلك. طبعا، ودي اسئله كتير جدا. يعني في سؤال يربط بين الفصل السادس والفصل الاول. ايه ده ازاي؟ في انبوبه كوليدج انا ممكن احط لك جنب البطاريه مقاومه متغيره، واقول لك لو انا قللت المقاومه المتغيره تقول لي ازود التيار. وازود التيار يعني ايه؟ ده اللي لازم تفهمه. يعني هزود عدد الالكترونات اللي هيطلع من الكاثود، يعني ده هيروح الكترونات كتير لماده الهدف، يعني يطلع فوتونات كتيره. طب يعني ايه يطلع فوتونات كتيره؟ لازم أن تكون بتترجم الكلمه دي وانا بكلمك دلوقتي، تقول لي يعني الشده تبقى عاليه بتاعه الاشعه السينيه. فالشده يعني عاليه. طب تشوفها في الرسمه ازاي؟ لو مش هجيب لك السؤال كلمه تقول لي يعني المنحنى الكيرف بتاعي يعلى لفوق، الانتنستي او الشده بتاعته ايه اللي يحصل لها؟ هتزيد جدا. لازم تبقى عارف، لازم تبقى مفرق ما بين فرق جهد الفتيله وفرق الجهد بين الكاثود والانود، تيار الفتيله وتيار الانبوبه. كل دي نقط لو انت مش واخد بالك منها الكتاب اداك المصطلحات دي، لكن انت لازم يبقى عندك فرق كبير ما بين هذه المصطلحات وبتقدر تترجمه بكل بساطه وبكل سهوله. بالظبط. ففي الاول وفي الاخر عشان بس حضرتك تبقى عارف كل الحاجات اللي الدكتور محمود قال لك عليها ديت افكار لازم تبقى عارفها قبل ما تدخل ان شاء الله الامتحان. طب احنا لو قلنا لهم يا دكتور مثلا اسئله مهمه مثلا او الامتحانات التجريبيه او الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت، هل مهم ان هو يكون حلها قبل كده او يكون اطلع عليها؟ حضرتك لمست نقطه مهمه. اولا احنا انا اعمل لهم فيديوهات فيها مش اجابه، شرح الافكار التي دار حولها امتحانات الرسميه والغير رسميه، تجريبي استرشادي، والاختبارات الرسميه دور اول ودور تاني 2021 22. مش عشان اعرض لك الاسئله، عشان اقول لهم الافكار اللي ورا هذه الاسئله. وهو طبيعي يا دكتور، طبيعي ان هو في كل امتحان لو جيت حضرتك بصيت هتلاقي ان الافكار بيدور على نفس النقطه بالظبط، بس مش نفس السؤال. بالظبط كده. عشان كده بنقول امتلك الفكره تقود الاسئله. ساعة لما احنا بنيجي نقول لهم اللي هو التوقعات او الحاجه دي هتيجي في الامتحان حاجات شبيهه ليها،
مش بيبقى ساحر مثلا يا جماعه، والله الفكره كلها الامتحان، وضع الامتحان بيجي مثلا يجيب سؤال على النقطه دي، فانت لازم تبقى عارف كل الافكار اللي بتدور حواليها. لذلك مثلا تأييدا لكلامك يا دكتور احمد، اكتر حاجه بتضايق الطلبه في الفيزياء الحديثه الالكترون والفوتون، لمضه 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 لمضه، فالطالب ساعات يحل بالمحاوله والخطا، ما طلعتش بقانون الكتروني يحل بقانون غلط. لازم يميز الفيزياء الحديثه، ودي نصيحه اولاد بوجهها لكم بجد مخلصه. ما تحلش الفيزياء الحديثه بناء على قوانين الفصل الواحد. الفيزياء الحديثه هتتحل الكترونات قوانينها ايه، فوتونات قوانينها ايه، ايه القوانين اللي ربطت بين الفوتون والالكترون. اهم حاجه في الوقت انك تنزل لهم المخطط. والله يا مستر نبيل عشان خاطر حضرتك انا بالفعل هنزل لهم الجزء بتاع المخطط ان شاء الله، وهتلاقوا في صندوق الوصف باذن الله. يكون عليه حاضر يا دكتور نبيل. اللي هي بتاعت القوانين يعني ال 10 دقائق دول خلاص انا هتبقى هديتي، تحطهم على قناه الدكتور. هنزل لهم الفيديوهات. محمد نبيل دلوقتي هيوصلها تمام 10 دقائق تقعد معاه. حاضر ينزلهم على قناه الدكتور. عينيا الاثنين لا هنزل لهم المخطط بالكامل هديه للقناه بتاع دكتور احمد، مخطط بالكامل على قناه اليوتيوب مجانا، يطلعوا عليه ويشوفوه بتاع الفيزياء الحديثه ليله الامتحان بقى بالمره ان شاء الله. حاضر. وانا هنزل فعلا زي ما قلت لحضرتك، احنا عملنا حلقه من كبار خبراء الفيزياء في مصر، فيهم الاستاذ ما شاء الله بصراحه، ما شاء الله، الاستاذ علي اسماعيل، الاستاذ نبيل عبد العزيز، خالد العطار، الاستاذ عمر جوده، الاستاذ ابراهيم شعراوي. انا شفت الاسماء في الفيديو اللي كان نازل بصراحه، قلت هم داخلين يتعاركوا عركه فيزياء ولا ايه؟ لا الحمد لله بصراحه الناس كلها تعاونت بجد، وبجد انا بشكر كمان الدكتور نبيل لانه فتح لنا الاستوديو فتره طويله جدا جدا ويساهم معنا في عمل الخير ده. احنا عملنا فيديو اكتر من 8 ساعات لجميع الطلاب مجانا ومتاح على اليوتيوب. اللينك هيكون على قناه الدكتور احمد. تمام. ان شاء الله بتاع الدكتور احمد هتلاقوا اللينك موجود. انزل في صندوق الوصف هتلاقي اللينكات بتاعه الفيديوهات على طول، مجرد ما تضغط عليها ان شاء الله. في التليجرام باذن الله برضه هيكون موجود ان شاء الله. يعني معاكم 8 ساعات، لو انت عايز تقول عايز اعمل مسح كامل لمنهج الفيزياء، اسمع منهج الفيزياء من خبراء الفيزياء في مصر فعلا، لان كل واحد فيهم كان خبير في مكتب مستشار الماده، ومنهم مش منهم الدكتور نبيل عبد العزيز والدكتور علي اسماعيل، فعليا هم بيقدموا الماده العلميه بالتلفزيون المصري في استاذ على الهوا وبرامج التلفزيون المصري التعليميه لفتره طويله جدا. وتاليف الكتاب اللي يعني مش عايزين بقى نقول كل حاجه ونحرق كل النقط. انا احب اقول اللي انا متاكد منه جدا، واللي الناس تستحق، هم يستحقوا اكتر من كده بكتير. هم فعلا مؤلفين لمعظم الكتب، مش عايزين نذكر اسماء معينه، ولكن هم ناس ليهم تاريخ كبير وخبره عظيمه جدا الحقيقه، لم يبخلوا اطلاقا على نزوله. وانا بشكر دكتور احمد فايد جدا على انه بجد كان صاحب الرياده في التجربه، ان يقول ليه المحتوى ده ما ينزلش على القناه بتاعته عشان ينزل ويوصل لاكبر عدد من الناس. والله انا بشكره الحرص الشديد جدا جدا ان هو يجي مخصوص من البلد. والله السنه اللي فاتت كان جاي بيراجع للولاد وهو عنده امتحان الصبح. والله كانت السنه اللي فاتت كان عندنا نساء، وانت ما ادراك كمان نساء. والله العظيم كانت حاجه فظيعه جدا. فان شاء الله هتلاقوا الفيديوهات اللي بتاعت الدكتور محمود موجوده ان شاء الله في الوصف بتاع الفيديو. جاي الدكتور محمود من كفر الشيخ مخصوص، ده طبعا ده على راسي طبعا، يسعدني والله يسعدني. كان القاهره مخصوص يعني، رغم ان هو يعني ما كانش ليه في العيد احنا عايزين نعيد. انا ما قضيتش العيد عندنا في البلد هيضحوا فيا مكان الخروف. فان شاء الله الفيزياء تيجي كويسه باذن الله. وتلخيصا للكلام اللي احنا قلناه، دكتور محمود هيقول لكم اهم نقاط كده على السريع كده في ايه، في كل فصل. الفصل الاولاني مثلا ركز على نقطه مثلا تيجي في الامتحان، ركز على كل الجوانب بتاعها بقى من الفيديوهات اللي نزلت لك. مثلا الفصل الثاني تركز على كذا بسرعه كده على السريع. عدي معايا يلا. الفصل الاول مقاومه نوعيه، مش حاجه اسمها سؤال من غير مقاومه نوعيه. 2 مساله كيرشوف. 3 مساله قراءات اجهزه. 4 خش على الفصل الثاني، لازم سؤال في السلك المستقيم، لازم سؤال في القوه والعزم، لازم سؤال ملفات، وخلي بالك من اعاده اللف واعاده التشكيل مهمه جدا جدا، ولا بد سؤال في العزم وخلي بالك من الزاويه، وعزم ثنائي القطب خلي بالك منه قوي وعلاقاته البيانيه، أجهزة القياس وخاصة الأوميتر وحساسية الأجهزة يا ريت تركز عليها قوي. فصل الثالث ركز جدا على قوة الدفع المتوسطة
والحث المتبادل بين ملفين وعوامل الحث المتبادل وعوامل الحث الذاتي، لأن لها أشكال كتير جدا. والعوامل الخفية، يعني معامل الحث المتبادل اللي بيجي من القانون EMF على دلتا اي على دلتا تي، هو بيتوقف على مين فيهم؟ ولا واحد من الاثنين، له عوامل تانية. خلي بالك من النقط دي جدا. لازم في سؤال في الدينامو وركز قوي ازاي بتحسب السيتا في الدينامو، والسيتا بين ايه وبين ايه؟ ملف ومجال ولا ملف وعمود؟ ملف وعمود. بتاعت المنهج اللي بتلخبط الناس. عندكم كام سيتا في المنهج؟ 9 سيتا. دور عليهم وان شاء الله باذن الله تعالى هتلاقيهم في الفيديوهات بتاعتنا شرحناها لكم. 9 سيتا خلي بالك في المنهج كله. بعد كده خلي بالك الفصل الرابع ودايره الرنين، ولما اقول لك كلمه حالات الرنين كام نقطه؟ 9 نقاط. خلي بالك 9 نقاط بنسميهم حالات الرنين، برضه هتلاقينا ذاكرينهم ان شاء الله في الفيديو بتاعنا باذن الله. خلي بالك الفيزياء الحديثه لما بحب اتكلم عنها بقول لك قوانين الالكترونات. اللامدا بطريقه ثانيه الفيزياء الحديثه في النظام الجديد لازم اللمضه بتاع الدبراوي، لان حتى بسميها حضره الطول الموجي كده، بحب اسميها كده، بحب ادلعه قوي، حضره الطول الموجي. ليه؟ لان الطول الموجي المصاحب لجسيم او الكترون تحديدا له 3 قوانين، انا هقولهم لكم بسرعه. لمضه بتساوي اتش على ام في، لمضه بتساوي اتش على ام في، دول مهمين جدا جدا ان انا اقول لمضه بتساوي اتش على ام في، عايزك تاخد بالك من ده. ولمضه بتساوي الاتش على الجذر التربيعي ل 2 ام كي اي طاقه الحركه، ولمضه بتساوي الاتش على الجذر التربيعي ل 2 ام اي في. وامتى تقول لمضه 1 على لمضه 2 بتساوي ما تتضايقش من الحته دي، ام 2 على ام 1. وامتى تقول لمضه 1 على لمضه 2 بتساوي الجذر التربيعي لام 2 على ام 1. ارجوك دول تاخد بالك منهم جدا جدا. البتاعه دي سالتها، فاكرها جدا، سالتها المدرس بتاعي في ثانوي ما رضاش يجاوبني عليها. لا بالذات الكتله امتى تحت الجذر وامتى فوق. طبعا ده ودول خلي بالكم عشان الدين دول مش موجودين لو في مفاهيم ولا في كتاب مدرسه، خلي بالكم جدا، ولا في كتاب خارجي. لكن لو بصيتوا ببعض الامتحانات الاسترشاديه والتجريبيه السنوات اللي فاتت جت علاقه منهم. كانت مشكله الطالب انه مش عارف القانون ده ولا عارف القانون ده، فارجوك تاخد بالك من النقط ديت وتبقى مميز بينها. ولما تفكر فكر في الفوتون والالكترون. ارجوك تسمع حلقه الفيزياء الحديثه لان انا اديتك 19 صفه للفوتون في تجربه كومبتون يلموا لك كل اسئله الفوتونات باذن الله تعالى. ما تنساش الترانزستور كمفتاح، مش هوصيك ما تنساش الرسمه بتاعت اللمضه وشده الاشعاع في الاشعه السينيه ارجوك، وفرق جهد الفتيله وفرق جهد كاثود وانود وزياده تيار الفتيله يعمل ايه، النفاذيه تتاثر بايه، وايه الفرق بين لمضه مستمر ولمضه خطي. ارجوك تاخد بالك من الكلام ده جدا. الليزر وركز خلي بالك على الهولوجرام قوي، وايه الصفه اللي في الليزر خلتنا ناخد الهولوجرام، وقانون فرق المسير على فرق الطور اللي بيساوي لمضه على 2 باي، خلي بالك منها جدا. الحاجه الاخيره والمهمه جدا في الاخر فصل الالكترونيات الدايود والجهد الحاجز. وخلي بالك عشان ما جاش قبل كده الجهد الحاجز في الوصله الثنائيه. لو عندك بطاريه وعندك توصيل امامي وفي جهد حاجز للوصله خلي بالك لازم وانت بتجيب التيار لو عندك بطاريه في باتري لو اداك جهد حاجز ارجوك تشيله من البطاريه وتكمل على مجموع المقاومات اللي في المساله. كل دي نقاط مهمه جدا ارجوك تركز عليها. انا قلتها لكم في عجاله سريعه ان شاء الله. وفي مفاجاه تانية ان شاء الله، امتحان قريب جدا هينزل في جهة ما رسمية، هيكون امتحان في تصور ومحاكاة، وده خبر بصراحة أول مرة أقوله. هينزل امتحان محاكاة لامتحان 46 سؤال بإذن الله تعالى في جهة محددة رسمية. هشيره لكم وهنزله لكم في قناة الدكتور أحمد إن شاء الله بإذن الله تعالى تسمعوه وتتفرجوا عليه، وهيكون امتحان مركز جدا بكافة الأفكار إن شاء الله بإذن الله. في النهاية بنشكر دكتور محمود حجاج على كرمه، وان هو يعني ما شاء الله قال لكم شويه حاجات مهمه جدا جدا، وكل الحاجات اللي هو قال عليها ديت لازم تركز عليها باذن الله. وان شاء الله يا جماعه تطلعوا فرحانين من الفيزياء باذن الله ومن كل الامتحانات اللي جايه باذن الله. وربنا معاكم ويوفقكم ونشوف وشكم على خير في الفيديوهات التانية. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.